نتفليكس كتستفز المصريين وكتلعب بالتاريخ ديالهم. مؤخرا قامت نتفليكس باعلان عن الفيلم الوثائقي الجديد ديالها الملكه كليوباترا، واللي كيبين انه كليوباترا اللي حاكمه مصر كانت سوداء اللون في الاصل. Power as warriors, queens, mothers of nations. Iconic. Then Cleopatra. Did you die for? I am Isis. I am a god. My father's will names me co-ruler of Egypt. قالوا بصريح العبارة: لا يهمنا التاريخ الذي درستموه، فكليوباترا كانت سوداء. هذا الإعلان خلى أكثر من 200 ألف واحد يوقعوا على عارضة باش يتم منع الفيلم الوثائقي من العرض اللي غادي يكون في 10 مايو المقبل. بطريقة غير مباشرة داروا لي أحسن إشهار. رجعوا شوية للتاريخ اللي قالك راه ما كاينش وحيدوهم. إلا رجعنا للتاريخ ديال كليوباترا تنحدر من عائلة بطليموس الأول، وهي عائلة مقدونية الأصل والتي حكمت مصر منذ وفاة ألكسندر الأكبر في عام 323 قبل الميلاد. كليوباترا كانت ابنة بطليموس الثاني عشر، يعني كانت كليوباترا آخر حكام تلك الأسرة، فهمتي؟ حيت كان ديجا عندها نزاع مع الأخ ديالها بطليموس الثالث عشر، وكانت جرات عليه من مصر. يعني من بعد الوفاة ديالها أصبحت مصر تحت حكم الدولة الرومانية. الجدل دابا اللي نايض في مصر كيفاش الملكة السلالة ديالها مقدونية أظهرتموها على أنها أفريقية والبشرة ديالها سمراء والشعر مجعد، واتهموا نتفليكس بالتحيز العرقي وطمس الهوية الفرعونية. اللي خاصكم تعرفوه أنه حاليا كاينة واحد الحركة في أمريكا الأفارقة اللي كيقولوا أنه الحضارة المصرية القديمة هي حضارة إفريقية من البشرة السمراء. Netflix is making Cleopatra black. Take a look at this trailer. Imagine her to have curly hair like me and a similar skin color. I remember my grandmother saying to me, I don't care what they tell you in school, Cleopatra was black. She has become an icon. Queen of kings. Her story resonates with every woman. Cleopatra was Greek. When you look up sculptures of Cleopatra, not looking like a black person to me. Even if you look up her siblings, come on now. Homeboy ain't black. I'm sorry, but he's not. How much do you pity black people that you're gonna do this to them? Like, just make a movie about a black person. If you want to cast a black actress in it, find a historical black woman, make the biopic about her, and then hire a black actress to do it. Don't go, okay, well, let's take Cleopatra and then just switch her out for a black person because what, you couldn't possibly think of another black person to make a movie about? I don't understand. If you're a black person watching this happen, you should feel like they think you're dumb. شرف دور الملكة كليوباترا في الفيلم تجسده الممثلة الأمريكية أديل جيمس. وللمعلومة هذا فقط فيلم واحد من واحد السلسلة ديال الأفلام كتوجدها نتفليكس تتناول حياة الملكة الإفريقيات البارزات. الله يحفظه صافي. حاجة أخرى الإخوان، هذه الحركة هذه راه هي اللي كانت نوضات بالبالة تونس، الجزائر، ومؤخرا في المغرب، اللي كانوا تيقولوا أنه حنا خاصنا نرجعوا الدول ديالنا، الدول الآسيوية وكذا، بأن القارة الإفريقية والحضارة والتاريخ ديال القارة الإفريقية فقط السود، خاصنا نرجعوا للجزيرة ديالنا. المهم الإخوان كتبونا في تعليق الآراء ديالكم.